مصطلحات كتير في البيزنس بنسمع عنها بس ما بنبقاش عارفين معناها ايه او احنا نقدر نستخدمها ازاي. زي ما اتعودنا احنا هنبسط كل الكلام الكبير في البيزنس ان انت تقدر تستخدمه في شغلك. اول حاجة في الفيزابيليتي ستادي، تاني حاجة البانل شيت، تالت حاجة الفوركاستنج. طيب الفيزابيليتي ستادي دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن خمس اقسام موجودين في الدراسة دي، اللي هما الاقسام ايه؟ اللي هي الشق القانوني، الشق المالي، الشق الماركتينج او التسويقي، والاوبريشن او قسم العمليات، وبينتهي معانا بالقسم السيلز. اوكي؟ طيب ده بيتاكد من ايه او هو ايه هدفه؟ ان هدفه ان هو يقدر ازاي يقيم المنتج او البراند او الشركه ان هي وصلت للناس بانهي شكل، وان هو كمان الناس شايفينه ازاي والمسج وصلت ولا لا. بمعنى انا دلوقتي لما عايز اعمل منتج نظارات، انا دلوقتي لازم اعمل الفيزابيليتي ستادي بتاعتها، بحطها مع الخمس اقسام دول، وبناء على النتائج اللي هتطلع دي هبتدي ان انا اعمل الاعلان عنها. طب الاعلان عنها دي للجمهور المستهدف، وشوف الجمهور المستهدف هل المسج اللي انا فعلا عايز اوصلها وصلت ليه ولا لا. دي اسمها الفيزابيليتي ستادي. طيب النقطة الثانية الفوركاستنج. يعني ايه فوركاستنج؟ احنا بندرس البرودكت ده او الشركة دي اخر مثلا سنتين او 3 أو 4. هو عامة فوركاستنج يعني عادة بيبقى على 4 سنين فاتوا، يعني بنشوف الماضي حصل فيه ايه بالارقام عشان نقدر نتوقع المستقبل ممكن يحصل فيه ايه بالارقام. هشوف المنتج ده ينفع يكمل معايا ولا لا، بناء على دراسة المشروع او دراسة المنتج ده اخر سنتين او 3 أو 4. ممكن يبقى اكتر من كده وممكن يبقى اقل من كده، لكن هي العادة الافريج تايم بيبقى 4 سنين. طيب النقطة الثالثة يعني ايه بانل شيت؟ البانل شيت دي انت بتدرس مجموعة من البيهيفيرز او يعني مجموعة من الناس، بتشوف سلوكهم اتجاه المنتج ده بقى عامل ازاي، بيختلف ازاي مع الوقت. بمعنى ايه؟ مثلا انا دلوقتي طلعت منتج النهارده وكمان سنتين هعمل البانل شيت، بشوف العملاء دي كان ردود فعلهم ايه من اول ما المنتج طلع لحد النهارده. هي مش زي الفوركاستنج ده بيبقى بالارقام، اما البانل شيت بيبقى بالبيهيفير، بالسلوك الناس من ساعه لما المنتج ده طلع حتى الان، ايه التغيرات اللي حصلت على سلوك الافراد او سلوك المجموعه عن طريق ايه؟ عن طريق السيرفي اللي بيتعمل في الماركت. وحتى انا اقدر اعمل بانل شيت على الكومبيتيتورز بتوعي، المنافسين بتوعي، واشوف ردود الافعال خاصه بالعملاء بتاعهم من اول ما المنتج ده طلع حتى الان. لو لقيت ردود الافعال بتاعتهم كويسه ببتدي احطها في الفوركاستنج، بشوف الفوركاستنج ده بالارقام، المنتج ده من سنتين 3 كان عامل ايه، بيحقق ايه، وهل النهارده اعرف ان انا استخدم المنتج ده وابريدكت الفيوتشر ريزلتس او النتائج المستقبليه. شوفوا معايا ولا لا؟ بالارقام. يبقى البانل شيتس بتبقى سلوكيات اكتر ما منها ارقام، الفوركاستنج ارقام اكتر ما منها السلوكيات. الفيزابيليتي ستادي انا بشوف البرودكت ده عن طريق الاربع او 5 اقسام اللي موجودين في الشركه، هل هيأثر في الجمهور المستهدف ولا لا، ولو أثر هيأثر ازاي. ثانك يو.